السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله عبد الرحمن ودي قناتي وقناتكم الشريط المخالف. النهارده النادي الأهلي بيضرب بيد من حديد على النادي الترجي التونسي، بيفوز بثلاثية في عقر داره، وكأن النادي الأهلي مفيش حد بيملى عينه، وكأن النادي الأهلي بيسقر من كل قارة أفريقيا نتيجة خسارته بالخمسة من صن داونز. النادي الأهلي عايز يقول إن أنا بطل أفريقيا الأول، أنا رجل أفريقيا الأول، مفيش حد غيري، مفيش حد قدي، ومفيش حد يملى عيني. النادي الاهلي 90% خلاص وصل نهائي. النادي الاهلي هيخلي مباراة العودة في القاهرة وكأنها تحصيل حاصل. لما تفوز في تونس ب3 يبقى هترجع في مصر هتفوز بكام؟ المفترض ان النادي الاهلي كان رايح الماتش ده على الاقل عشان يعمل نتيجه ايجابيه، ان ما كانش تعادل يبقى مثلا يعني يعمل نتيجه قريبه، بحيث ان يبقى التعويض بالنسبه لماتش القاهره يبقى سهل. ولكن اللي حصل ان نتيجه ان مفيش جمهور ونتيجه غيابات كتير في ماتش الترجي، النادي الاهلي قدر يستغل ده كله ويفوز بسهوله ب3، لدرجه ان احنا كمان كنا زعلانين ان النتيجه 3 بس. كان المفترض ان الاهلي يفوز باكتر من كده، ولكن مفيش مشكله. النتيجة المفضلة بالنسبة للنادي الأهلي 3-0. لعيبة كتير جدا ظهرت بمستوى عالي جدا جدا جدا، على رأسهم طبعا ثلاثي خط الوسط ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، وثنائي الدفاع ياسر وعبد المنعم، وطبعا حارس الشناوي. كلهم لعيبه قدروا النهارده يعملوا منظومه دفاعيه وهجوميه عاليه جدا جدا جدا، وكل الشكر كل الشكر للمدير الفني كولر اللي قدر يوصل لضلته وقدر يعرف الخلطه السريه بالنسبه للنادي الاهلي. بصراحه مدرب الاهلي عرف النادي الاهلي عايز ايه، عرف القاره اصلا عموما عايزه ايه الدنيا اللي تمشي معاه. قدر يخلي فيه تنوعيه في الاداء، مش كل الماتشات بتتلعب بمستوى واحد، مش كل الخطط تنفع لكل الماتشات. قدر يعرف الكلام ده كله، قدر يسيستم الكلام ده كله، قدر يقف على مستويات لعيبته عشان يعرف اللعيبه المناسبه لكل ماتش، قدر الى حد ما يثبت تغييراته ويثبت تشكيله. بصراحه النادي الاهلي ومدربه عملوا شكل حلو قوي. انا اول مره بامانه اشوف النادي الاهلي بيفوز نتيجه واداء. النادي الاهلي بيفوز كتير وبيفوز على طول، ولكن كان دايما بينقصه الاداء الجميل. انا اول مره احس ان الاهلي عامل سيرك في تونس على نادي الترجي. الترجي ما جاش، والواد اللي واقف جون انا حاسس ان هو يعني تم اجباره انه يقف جون. تحس ان مجموعه ما جابش، كان عايز نفسه يطلع حارس مرمى بس مجموعه ما جابش. مش عارف اقول اكتر من كده على الماتش ما كانش فيه حاجه تتقال غير ان النادي الاهلي عمل كل اللي هو عايزه في الماتش. ويمكن الحاجه اللي الاهلي لو كان عايز يزود الحصيله النهارده كان قدر يزود، ولكن النادي الاهلي من بعد ما جاب الجون الثالث وكل اللعيبه اللي نازله، حتى طبعا الاثنين اللي نازلين كان طاهر ولا محمد شريف، طماعين. يعني كل واحد عايز هو اللي يجيب الجون، مش عايز فرقته تجيب جون. يمكن طاهر جات له اكتر من كوره انه يمرر ويسجل، ولا مرر ولا سجل. بيرسي تاو يا جماعه عظمه. بيرسي تاو من احلى الماتشات اللي شفتها لبيرسي تاو يمكن في حياتي. الراجل بيمرر، الراجل بيسجل. حارس المرمى ما قدرش يتعامل في الجون الاولاني، الجون الثاني جون عالمي. اقل حاجه تتقال على الجون ده جون عالمي. بيرسي تاو قدر يعمل اللي هو عايزه في الماتش. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي كده هيوصل نهائي وهيلاعب حاجه من الاثنين، يا اما الوداد يا اما صن داونز. وان كان الوداد او صن داونز فالاثنين احنا لينا معاهم طار. بالنسبه طبعا للوداد ان هو خد مننا النهائي بتاع السنه اللي فاتت، بالنسبه لصن داونز فاز علينا مرتين بالخمسه. فيا ترى لو قابلنا الوداد هنعمل ايه، ويا ترى لو قابلنا صن داونز هنعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله. ماتش العوده هيبقى في حدود بعد اسبوع ما بيننا وما بين الترجي، ولكن ان شاء الله مأموريه سهله، وباذن الله في ماتش العوده نقدر نضمن على النتيجه اكتر واكتر، ونعمل نتيجه تاريخيه في ماتش القاهره عشان نطلع في النهائي، نوصل نهائي ونقدر ناخد طارنا يا اما من الوداد يا اما من صن داونز. الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. سلام.